موجود هنا في القاهره وبشوف المهرجان. عندي كلام كتير قوي بس هختصر جمله واحده يعني. ليه دايما بيتم، وده الاستاذه ياسمين بعد اذن حضرتك، انه ليه ادائك جامد جدا وانا متهم جدا ان انا بحب ادواري جدا، بس في سؤال عايز اساله، ليه دايما بيتم اتهام المراه انها لازم تدفع ثمن اخطاء الرجال؟ يعني ليه دايما بيطلع نموذج المراه مش هو اللي لازم تدفع ثمن اخطاء الرجال؟ لا، احنا عايزين مراه تكون قويه وقادره انها يعني ليها كيان وليها تفكيرها ولها طموحها. فاتمنى يعني من صناع السينما انه يصدروا صوره اكثر قوه للمراه، بالذات المراه المصريه. وشكرا جدا. طب السؤال ده هنعمل لك المرأة الخليجية الفيلم الجاي. حاجة ثانية عايز اقول لك، انا شفت بلطية العايمة قبل كده ومن الافلام الجادة اللي عجبتني جدا. ما جابش 3 جنيه. الأستاذة بقى اللي كانت بتتكلم فين السؤال؟ هل كاتب السيناريو لما كتب السيناريو كان فعلا داخل اطار الفيلم ولا خرج عن اطار الفيلم؟ عايز اسال حضرتك سؤال. نعم. هو حضرتك اتفرجتي على الفيلم كامل معانا صح؟ طبعا من اوله لاخره. من اوله لاخره. شايفه ان في حاجه ممكن تتشال من الفيلم في المشاهد اللي انت في مشاهد عديده. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده كمل كلامي. ولو شايفه ان في حاجه تتشال من الفيلم قولي لي هي ايه، وشايفه ان هي تتشال ليه؟ مشاهد ديال العنف. بس لو مش هتقولي لي مشهد بعينه ما تقوليليش، قولي لي المشهد الفلاني. يا اخي احنا هنا مش سؤال وجواب، احنا مش في قسم، انا بقيم فيلم سينمائي. في سؤال اتسال ولم يتم الاجابه عليه، اللي هو سؤال الضباط. بصي، هو في حاجتين. الحاجه الاولانيه هو في جمله اتقالت على لسان محمد لطفي مش بالنص طبعا، ان زي ما هتلاقي في ناس ضدك هتلاقي في ناس معاك. دي اولا نتجاوب عليها. اثنين، نموذج الدراما اللي بيكون فيها لازم نبين الميزان ما بين الكويس والوحش، ده نموذج ما بقاش يعني قدم وجرى عليه الزمن، يعني ما بقاش. انا شخصيا ما بحبش اعمله. احنا طالما في وحش هيبقى في حلو، طالما في حلو هيبقى في وحش. فمش لازم يعني زمان قبل لازم فيلم زي ده كان لازم نعمل اللي بيقول عليه حضرتك عشان يعدي رقابيه، يعني لازم يطلع ضابط كويس. بس احنا مش محتاجين كده. هو في نفس الوقت لطفي قال الجمله دي، قال له زي ما هتلاقي في ناس ضدك هتلاقي في ناس معاك.